بسم الله. ازاي اعمل مصدر دخل محترم عن طريق السوشيال ميديا؟ مبدئيا لازم تبقى عارف ان السوشيال ميديا الدخل عن طريقها في بدايته لا يمكن يكفيك، لكن مع الاستمرارية وتوفيق الله ليك واجتهادك انا معرفش انت هتعرف تعد الدخل ولا لا. نبدأ بأول نقطة. بما انك هتبقى لسه داخل مجال انك تطلع فلوس من السوشيال ميديا، فلازم لا اما انت راجل شغال في الواقع وجنب ده بتحاول تشتغل على السوشيال ميديا، وهقول لك ازاي دلوقتي، يا اما انت راجل ابوك بيصرف عليك، او بمعنى اصح قاعد في بيتكم واكل شارب نايم، فهنا ماشي يسعى في السوشيال ميديا مفيش مشكله وحط جهدك كله فيه. نبدا باول نقطه عايزك تبقى عارفها، ان مفيش نتيجه من غير سبب. بمعنى هتتعب وتجتهد وتحاول تبقى مميز، باذن الله وفضله تلاقي نتيجه. هتخش زيها زي اي مكان، يلا يا عم عادي ومفيش مشكله، قابلني لو لقيت نتيجه، او حتى لو لقيت فالنتيجه هتبقى غير مرضيه ليك بالمره. ننقل لنقطه تانية. علميا اي حاجة هتسعى او هتجتهد فيها لمدة 6 شهور لازم تبدأ تجني ثمارها بعد ال6 شهور دول. اول ثمرة لازم تتقطف. طبق الكلام ده على اي حاجة في حياتك. طب لو انت راجل بتجد وتجتهد وراجل مؤمن وعارف ربك وعارف قدرته، وان ليس للانسان الا ما سعى، اتقالت كده وخلاص، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يعني بمعنى اصح ربنا شايفك، اللي عليك انك تسعى حتى لو انت شايف ان مفيش نتيجة. ركز تاني، ثم يجزاه الجزاء الاوفى، يعني حرفيا على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي. طيب استفيد بقى من السوشيال ميديا ازاي؟ مبدئيا اول حاجة اعمل اكونت على التيك توك وعلى معظم منصات السوشيال ميديا من بدايتك عليه، حتى لو هتبدأ كراجل في لعبة. لا اما انت راجل هتقدم خدمة، لا اما انت راجل هتقدم منتج. دول اسلوبين الربح الوحيدين اللي موجودين. لا انا بقدم خدمة للناس زي فليكن حاجة انا بقدمها، انا بصلح حاجة او بعمل حاجة فبتلقى عليها اجر. لا اما انا عندي منتج فبعرضه وبالتالي باخد قصاده برضك اجر. طب انت داخل سلتي ملتي ولا معاك ولا جنيه حتى. نبدأ بأول نقطة. شوف انت عايز تبقى في انه مجال، لا اما داخل في مجال الملابس فليكن او مجال الموبايلات. هشرح لك على المجالين دول. اتمنى ان انت ساعتها تكون حد ما انت شغال، يعني تروح تشتغل لك يعني بسعر مغري لصاحب المحل، يعني تنقي لك كده المحل المعروف في المنطقه اللي انت فيها او المنطقه اللي جنبك، وروح اشتغل فيه اللي هو بسعر زهيد. ده طبعا لو معرفتش تشتغل بسعر محترم، تمام، المهم انك تشتغل في المحل. عينك 24 ساعة. طب هما لما بيجيبوا الهدوم بيجيبوها منين؟ تجار مين اللي بيتعاملوا معاهم؟ ارقام التجار. بيفصلوا ازاي؟ طب صاحب المحل عقليته عاملة ازاي؟ بيعمل ايه بالدخل بتاع الفلوس اللي داخله؟ الظاهري طب قدامنا ايه؟ عينك على الحاجات دي كلها وتروح بالورقه والقلم على طول، او لو انت ماسك الموبايل في المذكره اشتغل يا باشا، كل ما تشوف حاجه اكتبها عشان تفضل فاكرها. خدت خبره في المحل ده، انقل. انت دلوقتي اشتغلت في محل محترم، روح اشتغل مع العيال اللي بتنقرش، اللي هو يعني رايح في محل اللي هو دوبك هتحسه غرزه. اعرف دنيا العيال دي برضك بتجيب الهدوم رخيصه منين، بتجيب الحاجات دي كامله منين، طب بيبيعوا ازاي، طب اساليبهم في البيع. وعينك طبعا مع اي بياع فيهم بيبيع الحاجه او بيحبب الزبون في الحاجه ازاي. نفس الوقت اللي انت بتعمل كده انت بتاخد كورسات في التفاوض. انا مش كورسات هتدفع فيه، يعني ابراهيم الفقي الراجل ده برنس، ده عامل كتاب في التفاوض، خش شوفه. مفيش مره هتتفاوض مع حد وهتطلع من التفاوض ما انتش حاسس ان انت اللي كسبان. بالمعنى الحرفي هتدي اللي قدامك السعر اللي مناسبك، على ان لا ده اللي مناسبه هو مش اللي مناسبك انت. طب ننقل في مجال الموبايلات. اول حاجه تعملها تخش على اليوتيوب، 1 2 3 موبايل في ايفون تعرفه منين سليم ولا لا. لو انت راجل هتبدا مثلا بمحتوى جيمنج، حتى لو انت اكتع، يبقى انا داخل دلوقتي مجال محتوى الجيمنج. لما انا راجل افتح لايفات، لان دي الحاجه اللي ممكن تديني فلوس عن طريق التيك توك، وفي نفس الوقت انا رجاله اخش الستور في البايو وببيع في موبايلات، وانت عارض الموبايلات بتحاول على قد ما تقدر تخلي السعر عندك لقطه، وتبيع من يوزر ليوزر، زي من المتابع بتاعك لمتابع تاني، مش من محلات، لان المحلات كده كده واخد الربح بتاعها يعني اول باول، ما عدا لو المحل دوت تبعك. انوي طبعا، عشان بقى هنا المفتاح. انوي دايما ان اي مصدر دخل طالع عن طريق السوشيال طالع فليكن نسبة لله. شوف انت هتحطها كام. في الاول هتعملها 10، ولما ربنا يزيدك فعلا تبقى ناوي ان انت تكبرها عن كده مرة عن مرة لحد ما تلاقي نفسك يا رب الله اكبر، يعني لو انا اللي واخد 10% من الداخل هو يكفيني، مش يكفيني بس ده يزيد عليا. ساعتها فعلا يعني والله ما عارف اقول لك حياتك هتبقى احساسك عامل ازاي. ربنا يرزقني ويرزقك. تاني حاجة، داخل على مصدر دخل عن طريق السوشيال ميديا، انت لا يمكن تتساب تنجح، فلازم تبقى التطور عندك وسرعة في حل المشاكل تبقى حاجة رهيبة. لو اي مشكلة تواجهك ما تقعدش تقول طب يا رب هو المشكلة جالي كده ليه او في ايه، لازم تحلها في ساعتها. مفيش اشتغل على حلها. جت مشكلة لو هتقعدني شهور اشتغل على حلها مباشر. اوعى تقول اصل هو ربنا في ايه، اصل انا بتعامل كده ليه، اصلا مفيش فلوس بتيجي كده سهله غير وهي حرام من الاخر. لا اما فلوس انت تعبت قوي في الاول، دلوقتي بقيت بتجمع سهل، خلاص انت بتجيب نتيجه تعبك الاول وكرم الله.
لكن من اولها كده هتبقى ايزي بيزي كده وسلام عليكم، لا لا يمكن. طبعا خليك جاهز، ما تعرفش حد خفاش الشغلانه بتاعك. حاول تبقى مميز دايما. مره على مره اول ما تلاقي الشغل بدا يزدحم، شوف انت تقدر تشغل ادمن ولا لا، وخليها بنسبه دايما 5% من سعر الحاجه اللي هيبيعها 10%. وده طبعا على حسب قيمه الحاجه اللي هيبيعها، في حاجه ممكن تخليها له 30% من قيمه الحاجه. المهم ان زي ما انا قلت لك، حتى وانت شغال سواء في محل في الموبايلات او في اي حاجه عموما، انت بتعمل لها عن طريق النت. يعني انت بتعمل محتوى ولو ديني وحاطط في البايو لينك الستور بتاعك. يا عم هتبيع تيشرتات مكتوب عليها كلام دينيا مثلا، ربنا كريم، ربنا عظيم كده. المهم ان يبقى في مكان. يعني دلوقتي زي ما انت شايف الصفحات كلها قاعدين يعرضوا على الملابس وبيدفعوا دفع اعلان ممول عامل ازاي عشان يبيعوا تيشرتات وغيره. انت بقى لو بقيت اوريدي يعني حد ربنا كرمك شويه في حته الريتش، وفي نفس الوقت انت بتبيع وبتحاول تبيع خامه محترمه، حتى لو السعر مش رخيص عادي هيجي اللي هيشتريه. فانت متقي الله يا عم في الخامه اللي انت عاملها. وزي ما قلت لك انت بتطلع النسبه اللي انت حاسبها لله، حرفيا النسبه دي اللي بتشغل لك الشغل كامل. يعني انت مش بتطلعها اللي هو يا رب، لا ده انا مطلع لله، ده انت بتطلعها يعني يا رب يعني اللي هو دول اللي بيجيبوا لي ال 100% الباقيين. يعني دول ال 10% او 20% دول اللي جايبين ال 80%، لان من غيرهم حرفيا مش هيجوا. وزي ما قلت لك بعض الحاجات المهمه اللي لازم تبقى عارفها. انت دلوقتي لو ربنا مش جعلك غني عموما او معاك مال، فانت غير اهل انك تبقى معاك مال. فمن دلوقتي ابدأ اسعى في تطوير نفسك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى ربنا ما بيشيلش نعمه من حد. ليها معنيين: لا اما ربنا ما بيشيلش النعمه من حد غير لما يغير اللي جواه فتتشال منه النعمه، لا اما ربنا مش هيدي نعمه لحد غير لما يغير اللي جواه عشان ينولها. فتشوف دلوقتي انت، هل انت طموحاتك واهدافك ان انت اول ما هيجيلي مبلغ ايه هجيب ايفون وبتاع وهشقط 1 2 3 وهعمل، ولا انت راجل محترم وهتحط اهداف وهتحط لنفسك مبادئ وهتبقى كاتبها كده زي عهد بينك وبين الله ان الحاجات دي لا يمكن تعملها. العادة السرية ما ينفعش تبقى بتعملها، لان دي حرفيا ولا تقربوا الزنا. فبالتالي دي باول باب. انا بكلمك في الصح، انت مش هتمسك نفسك عنها. لو ربنا اداك المال لا هتروح تعمل مباشر، فانت هنا غير مؤهل انك تنول مال. فلازم تبدا باول نقطه، وقف عن السريه. الصلوات ما تفوتش ولا فرض، وبرمج حياتك على ان حياتك كامله متاقلمه على الصلاه. وهنا هتتفاجئ ان المعز المذل قام خلى الدنيا كامله تحت رجلك. تاني، من فضل شيئا على الله جعل الله شؤما عليه. رايح يمين رايح شمال، رب توفيقك، رب عزتك، رب كرمك، رب عصمني. تاني حاجة وأهم حاجة، اوعى تقول ربحك كام في يوم من الأيام لو اتسألت. دايما قول الحمد لله اللي ربنا بيكتبه خير، الحمد لله اللي ربنا يرزقه لنا خير. لأن يوم ما هتقوله لو هو فعلا ربح يعتمد عليه، قسما بالله هتندش عين كفيلة ممكن تقعدك بقى عمره. يعني أنا بكلمك ممكن تقعدك من 6 شهور لسنة رائد، وعلى حسب مفعول عين اللي قدامك بقى. يبقى دلوقتي أول خطوة هتعملها إيه؟ 1، هتروح تجيب كراسة وقلم وتكتب عهودك أو مبادئك مع الله، هتحددها على حسب دينك. يا رب مش هكلم بنات في حاجة غير شغل، مش هعمل عادة سرية، هبعد عن الشتايم. كل ما هو حرام حرفيا انت بعيد عنه. اي ذنب تعمله على طول ركعتين استغفار، على طول ركعتين وتستغفر فيهم وتستغفر بعدهم. خد عندك بقى دي اهم حاجة. عايز تنول الدنيا، طب عايز تنول الاخرة تعمل ايه؟ هنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام ما سبناش. 1، ده حديث: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. عايز الدنيا عليك بالقرآن. طب من أراد الآخرة فعليه بالقرآن. طب اللي عايز الاتنين، ومن أراد الاثنين فعليه بالقرآن. يعني لو عايز دنيا وآخرة عليك بالقرآن. يبقى من دلوقتي انت عامل لنفسك ورد يومي ما يقلش براحتك، ما يقلش عن 2 3. يعني على الأقل خليها 4/4 اللي هو انت تختم القرآن كل شهرين. قسما بما رفع السماء بغير عمد لنا ولا انت هنعرف نعد الدخل اللي داخل لك، وهتحتاج الناس تعده بس على فتره. واول ما هتبقى اهل بس انك تنول المال. تاني حاجه، حاول دايما اي بدايه لاي مصدر دخل ربنا كاتبه لك طلع جزء منه لله. يعني مثلا انت لسه ما طلعتش ولا مليم، اول يوم تطلع فيه دخل من السوشيال ميديا يعني اهو ترى مطلعهم كده، او طلع جزء منهم على حسب يعني حاجتك ليهم. يا رب بكرمك وعزتك وتوفيقك دي قدرتي، لكن انت المعز المذل اللي قادر تديني اضعاف مضاعفه ما تخليني انا والاهل قادرين نعدهم. فساعتها ان شاء الله مع قبل ما هيعدي فتره هتلاقي ربنا كرمك او زادك، او هتاخد اختبار تتفاجئ مثلا ببنت ملكه جمال حرفيا بقت تحت رجلك. لان قبل اي كرم عظيم بيجي زي اختبار كده، انت اهل للكرم ده تستحقه ولا لا. فحاول دايما يعني زي ما انا قلت لك لازم تحط مبادئ، لان قبل ما هيجي مثلا دفعه خير عظيمه او مال او غيره هيتحط لك اختبار برضك صعب، وممكن يكون ما تبقاش متوقعه ومتطلب صبر شويه. او شفت الزوج قبل ما يدي لزوجته فليكن الماسه غاليه بيديها لها كده على طول، بقى عايز يختبرها. طب لما اقول لها ان احنا مثلا نعمل حاجه فلانيه هل هي هتبقى صابره؟ فنفس الحكايه.
دلوقتي اللي عليك انك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صدقني يعني عيد الفيديو تاني وشوف كل حاجه فيه، وشارك الفيديو مع حد لو عايز تفيده، بس ما تقولش ان انت هتعمل كده يعني. شاركه عادي معاه وقول له يا عم الفيديو ده هيفيدك، بنيت ان انت تفيده، وان ربنا من جواك خلي النية ان ربنا يعني بما انك عايز تفيد الناس ان ربنا يثبتك فعلا ويقدرك انك توصل لحاجه تخليك يعني من حمد وشكر الله قاعد تعطل 24 ساعه. صلى على النبي، استغفر الله. ابداوا من دلوقتي، والله لو قلت هبدا بكره وربنا ما انت بادئ، وربنا لو ما قمت بدات من بعد الفيديو دوت ما انت بادئ. تمام؟ وانت في الفيديو كده قوم روح هات ورقه وقلم واكتب اللي انا قلت لك عليه كله، وابدا خد العهود مع نفسك وحددها على حسب دينك ومبادئك. سلام. واتمنى ما تنسونيش بدعوه. اللي عايز اي اكونت الستور في البايو، وعايز موبايلات الستور الموبايلات في البايو برضك. الواحد كان نفسه اقول لكم بقى للدعم المادي زي اترو كده، ايه اللينك في البايو، بس انا لو عملت لينك اصلا لا انا ولا انتوا لاقيين ناكل فزي الفل. يلا روحوا اسعوا يا شباب، مع السلامه، الله يحفظكم.